هل تعلم إن أكتر من 50% من الرجالة بعد سن ال40 بيعانوا من درجات مختلفة من ضعف الانتصاب؟ بس المفاجأة في حل حقيقي وعلمي وطبيعي 100% بعيد عن الأدوية والمنشطات اللي بتعالج العرض وبتسيب السبب. خليك معايا لآخر الفيديو وهقولك على 3 خطوات بسيطة جدا ممكن تغير حياتك تماما. اولا، ليه بيحصل ضعف الانتصاب اصلا؟ ضعف الانتصاب مش مجرد مشكله جنسيه، دي في الحقيقه علامه او اشاره من جسمك بتقولك ان في مشكله تانية اكبر. الاسباب الرئيسيه تتلخص في الاتي: 1. ضعف تدفق الدم. العضو الذكري بيتعامل مع الانتصاب كعمليه هيدروليكيه، الدم هو اللي بيملاه. لولا الدم مش واصل كويس الانتصاب مش هيكون قوي اصلا. وده يوصلنا لرقم 2 اللي هو انسداد الشرايين الدقيقة، وده غالبا بسبب الدهون الثلاثية والكوليسترول اللي بيتراكم في الشرايين وبيخليها أضيق والدم ما بيوصلش كويس. وده طبعا ده ياخدنا لرقم 3 اللي هو قلة الحركة وزيادة الوزن. الكرش والسمنة مش بس بيأثروا على الشكل، دول بيأثروا على الهرمونات وتدفق الدم والطاقة الجنسية كمان. طبعا ده هياخدنا لرقم 4 كمان اللي بيزود المشكلة أكتر، اللي هو الضغط النفسي وقلة النوم. التوتر والاكتئاب والتفكير الزايد كل ده ممكن يعطل إشارات المخ اللي بتبدأ عملية الانتصاب، بجانب إن أنت بتبقى خايف قبل ما تبدأ العلاقة إنه ما يكونش في انتصاب ويبقى شكلك وحش قدام مراتك. طبعا ده بيعمل لك هو كمان مشكلة، ممكن يبقى أنت كويس جدا لكن لمجرد انك خايف ان ما يحصلش انتصاب وقت العلاقة ده بيخليك فعلا ما يحصلش الانتصاب. ثانيا، العلم بيقول ايه؟ دراسات من جامعة هارفارد اكدت ان النشاط البدني المنتظم خصوصا الجري والمشي السريع بيحسن ضخ الدم بنسبة تصل الى 30%. وده مش بس مفيد للقلب، ده بيحسن الانتصاب لانه بيخلي الدم بيوصل بقوة وسهولة للعضو الذكري. كمان تحليل صورة الدم الكاملة وتحليل الدهون الثلاثية لازم يتعمل. لو الدهون مرتفعة ده معناه ان الشرايين فيها انسدادات بتأثر على الانتصاب. يبقى الحل هنا مش في منشط، الحل انك تنظف الشرايين الاول عشان الدم يغذي العضو الذكري كويس. 3. التغذية الذكية سلاح برضو من ضمن الأسلحة. في مكونات طبيعية أثبتت فعاليتها في تنشيط الدورة الدموية، ومنها 1. القرفة بتوسع الأوعية الدموية وتنشط ضخ الدم وده بيحسن الانتصاب بشكل مباشر. التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة وبيساعد في تقوية الأوعية الدموية. الشوكولاتة الداكنة اللي بتحسن تدفق الدم. الزنجبيل والثوم طبعا مضادات طبيعية للالتهابات وبيحسنوا مرونة الشرايين. في النهاية الحل الحقيقي في 3 خطوات: امشي كل يوم 30 دقيقة على الأقل أو أجري طبعا، بيخلي الشرايين مفتوحة والدم بيوصل بسهولة. رقم 2، اعمل تحاليل دم شاملة وتأكد إن الدهون الثلاثية والكوليسترول في النطاق الطبيعي. رقم 3، ضيف مكونات زي القرفة والتوت والزنجبيل والثوم لأكلك اليومي، دي هتكون منشطات طبيعية بدون أي آثار جانبية. ولو الفيديو ده فادك شاركه مع حد ممكن يكون محتاجه، أو ابدأ التغيير من النهاردة. الدل على الخير كفاعله.